هقول لكم ازاي نحول الفاكهة لايس كريم جميل بدون كريمة، بدون زبادي، بدون عسل، بدون اي اضافات خالص، فاكهة بس. والناس اللي ما عندهاش قلب الايس كريم هقول لكم ازاي نستخدم البديل. استنوا معايا لاخر الفيديو اقول لكم الطريقة. في محضرة الطعام هنجيب اي نوع فاكهة تكون من المجمدة، افضل انها تكون من الفريزر، بس لو فريش عادي مش مشكلة. انا استخدمت جوافة كانت في الفريزر، هبدأ ان انا اضربها من غير مية ومن غير اي اضافات خالص لحد ما القوام يبقى كريمي كده. اول ما اوصل للقوام ده هبدأ ان انا احطها في قالب الايس كريم. الايس كريم ده لازم يتاكل ستيك، ما ينفعش ان هو يتاكل على هيئة كوباية لان هو عبارة عن فاكهة مجمدة، مش هيرضى ان هو يتاكل بالمعلقة. نيجي لتاني نكهة معانا وهي نكهة المانجا. هجيب قطعة من المانجا دي فريش مش مجمدة، هبدأ ان انا اخلطها برضو في محضرة الطعام من غير مية خالص ومن غير اي اضافات. اول ما توصل للقوام الناعم ده خلاص هوقف ضربة على طول، وهبدأ ان انا احطها في قالب الايس كريم بتاعي، احطها فوق طبقة الجوافة اللي احنا عملناها، بحيث ان الايس كريم يبقى عبارة عن طبقتين، اول طبقة جوافة تاني طبقة مانجا. وعشان الايس كريم تقيل مفيهوش مية خالص فالطبقات مش هتدخل على بعض. وكده اول نكهة معانا بقت جاهزة. نيجي للنكهة اللي بعدها، ودي احلى نكهة بالنسبة لي، عبارة عن برقوق. البرقوق بتاعي كان مزز شوية، ممكن نستخدم اي فاكهة مززة زي الفراولة، كرز، توت. وكان علشان مزز استخدمت معاه موزة عشان يخلي طعمه مسكر شوية. ممكن نستخدم عسل بس انا حبيت ان انا استخدم فاكهة بس. وهبدأ اضرب كده البرقوق مع الموز، ولو كمان الفاكهة بتاعتي منضربش كويس وبقى فيها قطع كده صغيرة بيخلي الايس كريم طعمه احلى. لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده، عايز اقولكم انه بجد ده احلى نكهة، يعني كان طعمه بجد تحفة. وبعدين هبدأ ان انا افضيه كده في قالب الايس كريم بتاعي برضو. وكده نكهة البرقوق بتاعتي بقت جاهزة. نيجي للنكهة اللي بعد كده، عبارة عن حليب جواه قطع من الفاكهة، وممكن نضيف للحليب معلقة عسل. وافضل كمان من الحليب ان احنا نستخدم زبادي كده، نحطه في المولد ونحط فيه قطع كده الفاكهة وبس كده. تاني طعم معانا، وبعدين نحطهم في الفريزر 4 ساعات، وممكن نسيبهم ليلة كاملة يعني براحتنا لحد ما تجمد. الناس بقى اللي ما عندهاش قالب ايس كريم ممكن تستخدم اي كوبايه موجوده عندها، مش هندهنها اي حاجه خالص، هي كوبايه بس. نبدا نحط الفاكهه بتاعتنا كده طبقات، برضو حطيت جوافه وحطيت عليها مانجا، وحطيت كمان اخر طبقه من التوت والموز. وبعدين هجيب اي معلقه موجوده عندنا ان انا احطها كده في الايس كريم في النص بالراحه عشان يعمل زي الستيك، واخدها برضه احطها في الفريزر لمده تقريبا 4 ساعات. بعد 4 ساعات ده شكل الايس كريم بتاعي. هبدا ان انا اطلعه كده بالراحه. طعم كده الحليب جواه قطع من الفاكهه كان طعمه لذيذ، وده كمان الجوافه والمانجا كان طعمها جميل قوي، وكمان البرقوق والموز كان طعمهم تحفه. ودي كده الكوبايه بعد ما طلعتها من الفريزر، لازم نسيبها 10 دقايق تفك عشان نعرف ان احنا نطلعها كده. طلعتها كده بالراحه، وده كده شكلها. اتمنى فكره النهارده الصحيه انها تكون عجبتكم وان انتوا تجربوها، طريقه جديده ومنعشه كده لاكل الفاكهه في الصيف. ما تنسوش تعملوا لي فولو. انجوي.